بعد العقوبة الهزلية من اتحاد كرة القدم المصري على حسين الشحات، أول تعليق من شيكابالا على فضيحة القرن. قائد وكابتن نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا علق على واقعة وفضيحة حسين الشحات لاعب الأهلي بتعديه على اللاعب المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز. الواقعة اللي بتمثل فضيحة مش للأهلي بس، لكن للشعب المصري بأكمله. والفضيحة الأكبر من نصيب اتحاد كرة القدم المصري اتحاد ساكسونيا، واللي قام بتوقيع عقوبة هزلية على اللاعب، وأقل ما يقال عنها أنها عقوبة فاضحة أكتر من فعل حسين الشحات نفسه. تمخض الجبل فولد فأرا. الاتحاد المصري قرر معاقبة حسين الشحات بالإيقاف مباراتين بس وغرامة كلام فارغ كده يعني 20,000 جنيه. شيكابالا علق بكلمتين بس على هذا الأمر. محمود عبد الرازق شيكابالا وعبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعبر خاصية الستوري، كتب شيكابالا معلقا على هذا الأمر قائلا: قانون ساكسونيا. محمود شيكابالا اللي توقف نص موسم بسبب انه قال لرئيس الاتحاد للكرة يا اهلاوي، اتوقف 12 ماتش، في حين لاعب في نادي منافس بيضرب لاعب منافس ويسب له الدين بياخد مباراتين بس، في حين ان اللائحة بتنص ان السب او البصق على احد عناصر اللعبة فيما عدا الحكم بتكون الايقاف 4 مباريات والغرامة 20,000 جنيه. شاركونا بآرائكم الزملكاوية أسفل الفيديو. إيه رأيكم في هذه العقوبة الهزلية، وما هو موقفنا كزملكاوية من هذا الأمر؟